السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موضوع جديد من مواضيع قواعد الصف السادس الابتدائي. اليوم راح نتحدث عن نائب الفاعل بعد ما تحدثنا بالدروس السابقة عن الفاعل وعن المفعول به. نائب الفاعل، نتأمل الجمل التالية التي وردت فيها النص: تضاء المدن، تضاء المدن. لقد غفرت الذنوب، يقرأ القرآن في المساجد، وقبل الدعاء تقدم المساعدات للمحتاجين، وكرم المؤمنون. تجد أن أصل كل منها ما يأتي الأصل مالت الجملة اللي قرأناها: يضيء المؤمنون المآذن، يضيء المؤمنون المآذن. هنا الفاعل بالأصل محذوف، الفاعل هنا هذا الفاعل، مو هنا فعل أو فاعل وهذا مفعول به، الفاعل محذوف، فيحل محل الفاعل المفعول به، فيكون محل الفاعل ويصبح يطلق عليه نائب فاعل. يقرأ الناس القرآن، كان أصل الجملة يقرأ القرآن، هنا يقرأ بالأصل يقرأ الناس القرآن، إذن حذف الفاعل، هنا حذف الفاعل وحل محله المفعول به وأصبح نائب الفاعل. يقدم المحسنون المساعدات للفقراء، لقد غفر الله الذنوب، قبل الله الدعاء، كرم الله المؤمنين. كلها كانت هذه جملها الأصلية فعل وفاعل، لكن حذف الفاعل وحل مكان الفاعل المفعول به وأصبح نائب الفاعل، يطلق عليه نائب الفاعل، ولكننا حذفنا الفاعل من كل منها ونبنى المفعول به عنه، فأصبحت تضاء المآذن. هنا تضاء المآذن كان أصلها يضيء المؤمنون المآذن، هنا تضاء المآذن. إذن هنا المآذن نائب فاعل، يقرأ القرآن في المساجد، أصل الجملة يقرأ الناس القرآن، إذن حذف هنا الفاعل وحل محله المفعول به وأصبح ماذا؟ أصبح هنا نائب فاعل، نائب فاعل. تقدم المساعدات للمحتاجين، أصلها يقدم المحسنون المساعدات للمحتاجين، إذا حذف هنا الفاعل وحل محله هنا المفعول به المساعدات وأصبحت نائب فاعل. إذن إننا غيرنا صورة كل فعل من الأفعال بعدها، مثل غفر، قبل، كرم، كلها أفعال ماضية، وأن كل فعل من هذه الأفعال يسمى فعل مبني للمجهول. لماذا؟ لأن فاعله مجهول. لماذا؟ لأن فاعله يكون مجهول، نسمىها أفعال مبني. إذا نائب الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول. اسم مرفوع ماذا يقدمه؟ يكون فعل مبني للمجهول وحل محل الفاعل بعد حذفه. إذا دخل نائب الفاعل محل الفاعل تتغير صورة الفعل. شلون نعرف اسم مبني للمجهول؟ يكون بالفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، مثل كسر الزجاج، كسر الزجاج، هنا كسر فعل ماضي يضم أوله، هنا أول حرف اللي هو الكاف يكون مضموم، ويكسر ما قبل الآخر، هنا قبل الآخر اللي هي السين قبل حرف الراء تكون مكسورة. إذا رأينا الفعل مضموم الأول ومكسور ما قبل الفاعل، الذي يكون بعده نائب فاعل، ماذا يطلق عليه نائب فاعل؟ يكون محذوف فاعله نائب فاعل. إذن أولا الفعل الماضي شيكون؟ يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، إذن مثل كسر الزجاج، هنا حرف الكاف الأول مضموم والسين الما قبل الآخر مكسور، إذن يكون هنا يكون نائب فاعل الذي بعده، فيطلق على الأفعال هنا أفعال مبنية للمجهول. الفعل المضارع، ماذا يكون في الفعل المضارع؟ أيضا يضم أوله لكن يفتح ما قبل الآخر، يكون عكس المضارع الماضي، مثل تضاعف الحسنة، هنا تضاعف فعل مضارع، فيكون فعل مضارع كيف نعرفه مبني للمجهول؟ يكون مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر، هنا العين قبل الحرف الأخير الفاء فتكون ماذا؟ مفتوحة، عكس الماضي الذي تكون مكسورة. إذا الذي بعده مباشرة نائب فاعل، نائب فاعل.
صار الآن واضحا. ننتقل إلى علامات رفع نائب الفاعل. الضمة إذا كان مفرد وجمع مؤنث سالم، الواو إذا كان جمع مذكر سالم، والألف إذا كان مثنى. إذا تكون هذه العلامات مشابهة لعلامات الفاعل. إذا ننتقل إلى حل تمرينات نائب الفاعل. هنا في هذه الكلمات المطلوب في الجملة أضبط بالشكل الكلمات التي تحتها خط فيما سبق. هنا تفتح والمدارس، بالأصل تفتح الأبواب المدارس، إذا يكون هنا فعل مضارع أم فعل ماضي؟ هنا فعل مضارع، فيكون مفتوح الأول ومضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر، فيأتي إليها التلاميذ ثم توزع. هنا أيضا توزع مضارع، فيكون مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. وعندما تبدأ الدراسة تشرح لهم الدروس، أيضا مفتوح الأول ومضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر. وتدون أيضا مفتوح الأول مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر. تعلق، هنا تعلق فعل ماضي، مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. تفهم أيضا فعل مضارع، يكون مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. هنا حل التمرين الأول. التمرين الثاني، ضع خطا تحت نائب الفاعل في كل جملة من الجمل الآتية. هنا نظمت المكتبة، هنا الفعل الأول فعل ماضي، مضموم الأول مضموم الأول يكون هنا المكتبة نائب فاعل، نضع تحتها خط وتكون مضمومة، علامة رفعها الضمة. لماذا؟ لأنها مفرد. يكرم التلميذ المجتهد، هنا يكرم فعل ماضي، فعل مضارع فيكون مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. إذا التلميذ هنا نائب فاعل، تكون علامة رفعها الضمة. لماذا؟ لأنه مفرد. يفتتح المهرجان صباحا، هنا أيضا يفتتح فعل مضارع، يكون مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. المهرجان النائب الفاعل. عقب المهمل، أيضا هنا المهمل نائب فاعل. إذا ننتقل إلى التمرين الثالث. فالتمرين الثالث، ابني الفعل للمجهول في الجمل التالية واضبط الفعل ونائب الفاعل بالشكل بعد حذف الفاعل. فهنا كان عندنا في الجملة الأولى يحفظ الشرطي الأمن، حذفنا الشرطي فتصبح يحفظ الأمن. ثانيا في الجملة يبغض الناس الحقود، فنحذف هنا الناس فتكون الجملة يبغض الحقود. وفي الجملة الثالثة فتح التلميذ الكتاب، فتكون الجملة فتح الكتاب. ماذا تكون الجملة؟ فتح الكتاب، يكون الفعل هنا مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. وفي التمرين الرابع، اجعل الأفعال المبنية للمجهول في الجمل التالية مبنية للمعلوم، واضبط الجملة بالشكل التالي. هنا تكون في الأفعال في الجملة تغسل الأسنان بعد تناول الطعام، فيكون في الحال تغسل الأسنان بعد تناول الطعام، يكون هنا الحال يغسل الناس الأسنان بعد تناول الطعام. نضيف هنا الفاعل المحذوف. أكرم الضيف، أكرم محمد الضيف. يجمع البرتقال من الأشجار، يجمع البرتقال من الأشجار بعد نضوجه. تحجب الشمس، تقول تحجب الغيوم الشمس، تحجب الغيوم الشمس. هنا في النقطة الثالثة يجمع الناس. ننتقل إلى التمرين الخامس. التمرين الخامس، اعرب ما يأتي في الجملة مطلوب إعراب. هنا فرشت القاعة بالسجاد، فرشت فعل ماضي مبني للمجهول، مبني على الفتح. لماذا مبني للمجهول؟ لأنه مفتوح الأول مكسور ما قبل الآخر. والتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. القاعة
نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بالسجاد الباء حرف جر، السجاد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إلى هنا انتهينا من موضوع نائب الفاعل. أتمنى أن تكونوا استفاديتم من هذا المقطع. في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.